شاهد ماذا قال أساطير ومحللي القنوات العالمية على فوز المنتخب المغربي على الكاميرون والتأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت فخور بالمنتخب المغربي يرجى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وكتابة تحيا المغرب في التعليقات، ولا تنسوا تعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد فوز المغرب الرائع على منتخب الكاميرون والتأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا، أظهر المنتخب المغربي أداء خرافيا وأثبت أنه من أقوى المنتخبات في القارة. انتصار لم يكن عاديا، بل كان انتصارا للتكتيك ولروح قتالية عالية جعلت كل من شكك في قدرة الأسود يصمت تماما. فالمنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة في كل الخطوط، وأثبت أنه يستحق التواجد بين الأربعة الكبار بجدارة. لكن ما أدهش الإعلام والعالم لم يكن فقط الفوز، بل التصريحات النارية التي خرج بها كبار نجوم وأساطير كرة القدم العالمية الذين لم يخفوا إعجابهم الكبير بأداء الأسود، حيث صرح الأسطورة كريستيانو رونالدو لقناة سبورت تي في البرتغالية وقال: لقد شاهدت مباراة المغرب أمام الكاميرون، والحقيقة أنني أعجبت كثيرا بالمغرب، فهو يمتلك فريقا متكاملا يلعب بعقلية احترافية عالية وهذا المنتخب يشرف إفريقيا كلها، ولا أستبعد رؤيتهم أبطالا في النهاية. وصرح أيضا الأسطورة زين الدين زيدان لقناة كانال بلوس الفرنسية وقال: المغرب الآن من بين أقوى المنتخبات على الساحة. أعجبني انسجام اللاعبين وهدوءهم تحت الضغط. طريقة لعبهم تشبه المنتخبات الأوروبية الكبيرة، يستحقون كل الثناء والدعم. وكذلك المحلل والأسطورة محمد أبو تريكة صرح عبر قنوات بي إن سبورت وقال: هذا هو منتخب المغرب الذي ننتظره، قوة وتركيز وثقة في النفس وتكتيك عال. فالانتصار على الكاميرون لم يكن صدفة، بل نتيجة عمل كبير من المدرب واللاعبين، وهذا منتخب يستطيع حصد اللقب، وأتمنى أن يواجه منتخبنا مصر في النهائي. كما صرح أيضا الجزائري علي بن شيخ وقال: رغم أنني جزائري، إلا أنني لا أستطيع إلا أن أشيد بما قدمه المنتخب المغربي. لقد لعبوا أمام الكاميرون بثقة كبيرة وبأداء يحترم. منتخب منظم منضبط ويستحق التأهل. الفوز كان مستحقا عن جدارة. وصرح كذلك المعلق الرياضي حفيظ الدراجي قائلا: المغرب يثبت أنه سيد الكرة الإفريقية حاليا. المباراة كانت قوية، لكن ذكاء وتكتيك الأسود صنع الفارق. لعبوا بتركيز وثقة، وهذا يحسب لهم، فنحن أمام منتخب جاهز للذهاب بعيدا. أما كيليان مبابي فقد كتب في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر وقال: هنيئا للمغرب على هذا الأداء الرائع. كنت أشاهد المباراة بانبهار. فريق يلعب بجماعية وقوة أسلوبهم يليق بكبار المنتخبات العالمية، وأتمنى لهم التوفيق في باقي المشوار. تصريحات الأساطير هذه تؤكد أن ما يقدمه المغرب في هذه النسخة من كأس إفريقيا ليس بالصدفة، بل نتيجة عمل طويل ورؤية واضحة، والقادم سيكون أعظم.